سيد عبد الحفيظ عجبني قبل كده، كان طالع بيتكلم بيقول ايه، كابتن سيد طبعا، كان بيقول اللي كنا بنبقى قاعدين في اجتماع، بس ممكن ما يكونش رأيي انا اللي هو اتاخد في الاخر، يعني انا كان ممكن يكون ليا رأي معارض، بس بمجرد ما اطلع من الاجتماع في النادي الاهلي انا مؤيد للقرار ده، سواء كنت معاه او ما كنتش معاه. هو ده اللي حصل معانا كاهلاويه، كلنا كاهلاويه نصنا كان متشتت ما بين اتنين، ما بين مؤيد لقرار الانسحاب وكان معارض لقرار الانسحاب. هو مش انسحاب برضو، لازم عشان نعلق الكلمه، هو اللي هو ما نلعبش الماتش عشان هو مش انسحاب. فدلوقتي احنا كاهلاويه بعد اللي حصل ده احنا كلنا مع القرار، هو طلع القرار من النادي الاهلي فاحنا كلنا مع القرار. فهو رسميا في نفس الوقت ده اللي هو حالا بالا النادي الاهلي يشكو اتحاد الكره ورابطه الانديه، فاحنا من النهارده ما فيش غير كلمه واحده بس، في ظهر النادي الاهلي في اي قرار. وطبعا طالما خدت القرار لازم تمشي عليه للاخر. احنا النهارده دلوقتي رحنا اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه ما حلتش، هنروحوا لجنه الفيفا. وطالما النادي الاهلي اخد قرار فكلنا في دار النادي الاهلي، وكل سنه وانتم طيبين، ودايما الاهلي فوق الجميع.